بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين قناة صوتنا في كل مكان، اليوم هو الأول في عهد ما بعد مبارك، وقد رحل الظلم إلى غير رجعة، ومع دولة جديدة تنشأ على الحريات وتعدد الآراء، وحصول كل فرد في المجتمع على حقه الذي فرضه الله له من فوق 7 سماوات، ولكن قد تدخل البشر وسلبوه هذا الحق وتعدوا عليه. نأتي اليوم في حلقة خاصة فيها آراءنا كمعاقين في هذه الدولة التي تعودت على ظلمهم وسلب حقوقهم ونطرح افكارهم. معكم اليوم محدثكم يوسف مسعد يوسف وصديقي واخي رامز عباس في حوار مفتوح. استاذ رامز حضر لك في حوار مفتوح. في البدايه ما رايك في الاحداث الجاريه في مصر وثوره 25 يناير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقه ان تبدا الثوره من خلال فيسبوك ويتم تحديد مواد. طبعا الفيسبوك والتويتر كمواقع اجتماعيه شديده الانتشار عملت جنب واسع من الشباب قدرت ان هي تجمع ما بينهم فيما بعد احداث تونس. فبدا بعض الشباب خصوصا مجموعه كلنا خالد نعيم واللي تم انشاء هدف دفاع خالد نعيم ضد الاجرام اللي حصل ضده في اسم الشرطه الجامد. فعملوا ان هم بصدد عمل وقعه جديده شامله يحشد بها الجماهير امام وزاره الداخليه وخصوصا يحشد بها جهاز الشرطه للاعتراض على تعسف الظلم وتعديل وزاره الداخليه. ما رايك في التطورات؟ الناس كانت مشغوله من تونس، الناس كانت مشغوله بسبب بعض الاسعار، الناس مشغوله بسبب استحقاق احمد عز والزكريا عدلي وصفقه الشيخ. بيقولوا استحاله ان احنا تونس تتواجد في مصر. ممكن يستهدفوا بعقول الشعب المصري. الشعب المصري كان شعب واعي ومثقف وعلى درجه كبيره من التفكير ان هو مش محتاج حكم. وكمعاق في الدولة، كيف ترى دور المعاقين في هذه الحالة؟ المعاقين شاركوا فعلا في التظاهرات، بعضهم شارك بالاحتجاج وبعضهم شارك بالمطالب وبعضهم شارك بالاحتفال، ولكن لو سألتني رأي الشخص انا شايف ان المشاركة بتاعتهم كانت برضه مشاركة التهميش، نفس التهميش اللي كانت في المجتمع في عهد الوقت نفسه. التهميش مفيش حد مهتم ولا كان حد مثلا بيفتخر من الانتهاك على دخول هو شخص في المجتمع، او حد مثلا يتعامل معهم كاشخاص ينتقلوا من اعمال سلبيه للاعمال الايجابيه بشكل كامل. الاعمال السلبيه طبعا مش شرط نزل والنقطه الطوارئ اللي لم نعتمد عليهم بعد سنه جمعه البلد الاعمال الطوارئ فلم يعلموا الطوارئ. فبدأ في مراحل تدريجيه للرجال ما بين الرسالة والداخلية. الطور اللي كان لا يشمل الشعب يريد فصل الظلم. وضع مكانه وعيش وضغط من دول تعليق الشغل هذا الدول المتخلف في دولة خارجية واحدة. العمل على إزالة كل الجوانب الدولة دي والوزارات في تدريس يونسف في رأيه في كيفية حصول فئة المواطنين على الطور في الدولة الجديدة في عالم ما بعد مبارك. وعايزين نعرف منك ايه الاليات اللي المفروض ان احنا نطرحها بشكل جديد بغير الدخول على حكم. في الحقيقه المعاقين كاي فرد في المجتمع وقع عليهم ظلم بين، ولكن المعاق ظلمه او الظلم الواقع عليه يعد كبير جدا. فالظلم واقع عليه من الصغر، من اول الصحه، ففي اهمال في الصحه كبير، تطورا الى التربيه والتعليم. التمييز الموجود في مدارس التربيه والتعليم لا تدمج الطفل المعاق في المجتمع مع اقرانه من الاسوياء، فنجد ان الطفل المعاق حركي لا يقدر او الصعود الى الاضواء العليا. فليه ما نقدرش نخلي المدرسه تخصص تعمل فصل للمعاقين في الدور الاول؟ يعني الاداره في اداره اي مدرسه موجوده في الدور الاول، ليه ما تشيلش اوضه من الموجودين في الدور الاول وتخصصه للمعاقين؟ ما يبقاش معاق لوحده بقى، يبقى اعمل فصل كله كمعاق وسوي، بالتالي يطلع المعاق مدموج مع السوي، والسوي لما يكبر مش هيحس باللي حاسه المعاق. نتطور الكفيف. الكفيف نجد انه بيتعلم لوحده كطريقه برايل، بالتالي لما يكبر المعاق حصل فجوه كبيره بينه وبين السوي من اقرانه، حتى نشأ المجتمع انه يلافظ هذا المعاق. رمز التطورات اللي في المحله، انشاءات المحله من حوالي سنتين او سنه تقريبا، وجدت ان الانشاءات في المحل عملت المعاق حقه،
نجد ان الارصفه علو كده، فكيف يشعر واحد زي او يستخدم يتحرك على الرصيف ده؟ كيف يدخل ان حديقه؟ ما يقدرش يخش حديقه، اقل حاجه عايز فسحه زي واحد سوي. طب واحد عايز واحد متزوج زيه وعنده اطفال وعنده اولاد، هيفسح عياله ازاي؟ يدخلهم هو الحديقه، وهم الحديقه وهو يقعد بره يستناهم، فبالتالي بتحصل فجوه في المجتمع. فانا من وجهه نظري ان يجب دمج المعاقين في المجتمع وعدم بعدهم عن الاسواق. وبالتالي كيف ندمجهم بقى؟ ندمجهم اني احسن صورتهم قدام السوي وانشئهم معاه، وبالتالي ان يطلع المعاق ده فاهم شغل. المعاق ده ممكن يكون مهندس، ممكن يكون دكتور، ممكن يكون استاذ، او يعني في وظائف عليا، ممكن ياخد منصب كبير في حي مثلا في الاحياء المحليات، ممكن ياخد منصب في المحليات، يبقى يعرف يدور على حقه وحق الناس، لانه يعرف هو ادرى بحق المعاقين، يطالب بحقه. بالتالي ان دخول برلمان، لما المعاق ما يخش البرلمان يدافع عن الفئه دي؟ هو يدافع طبعا عن المجتمع كله كمجتمع، وبالتالي هو ادرى بالمعاقين، يدافع عنهم وادرى بمصالحهم وادرى هم بيعانوا من ايه. وبكده ان ادخل المعاقين في المجتمع وما اعزلوش عن المجتمع، واعمل فيه فجوه كبيره ان المعاق ناقم عن المجتمع والمجتمع ناقص المعاق. طيب رامز، المشاركه السياسيه للمعاقين هل ستبدا من خلال الحزب الذي سيؤسس وهو حزب 25 يناير؟ والله الإجابة على السؤال بتاع حضرتك ده محتاج إن أنا أوضح 3 نقط. النقطة الأولى إن الأحداث السياسية الموجودة على الساحة المستير منها غير قادرين على احتواء المواطنين، بل غير قادرين على احتواء المواطنين بشكل طبيعي. فبالتالي النقطة دي المفروض تدرس، لأن هي نقطة تراكمية. ماشي. الحاجة الثانية، هل قام المتظاهرون أو قامت الثورة باعتبار الأشخاص دول كل الأشخاص اللي في المجتمع لهم قدرة على التعبير، تم اعتبارهم كأجزاء أو أفراد زائدون نتبع عملية المظاهرات؟ يعني ممكن عدد يعني. النقطة الثالثة من الأهمية، هل المواطنون لديهم طموح سياسي وطموحهم يكونوا متصدرين للدفاع عن الوطن؟ دي 3 نقط مهمة. طب النقطة الأولانية بالنسبة للأحزاب، عشان نشرحها لازم نعرف إن الأحزاب السياسية المصرية فيها صراعات داخلية. ماشي؟ وعلى فكرة عقوبة لازم مطمئنين بقضايا الأحزاب، يعني تاخد الحزب النصري، حزب التجمع، حزب من أهم 3 أحزاب في مصر داخلها صراعات شديدة جدا ما بين فريق وفريق آخر، وفريق جنرالية. فتحولوا الفرقات. طبعا هناك مفيش احترام بقى الحزب السياسية ووزارة التثقيف السياسي للشباب، يدخل كمان هيدخل عليهم معاقين. للأسف الشديد. فطبعا الأحزاب السياسية بحاجة إلى سرعة احتواء وضم المواطنين مقابل قيام انتخابات رئاسية وإيجاد حكومة ائتلافية. الأحزاب دلوقتي بتسعى بعد نجاح ثورة 25 يناير بتسعى للنظر ما هو الذي سيتم ترشيحه حتى يتم متنازل شخص معين، وفي حالة نجاحه يتم تشكيل حكومة ائتلاف وطني من الأحزاب مع اتباعات الحزب الوطني وتعليق نشاطه ب5 أعوام على الأقل. ماشي. النقطة الثانية كلمتك، هل لك موقفهم طموح سياسي؟ فأنا أعتقد إن في عمليات كتير وانشطار المواقفين موجودين في بعض الأحزاب، لكن نشاط على المستوى الذاتي، يعني هو متواجد جوه الحزب وبيحاول يظهر نفسه وبيظهر بيوته. طبعا عشان ما عندوش القدرة، عايز يسافر مثلا، عايز القدرة البدنية نفسها بتأثر عليها. فطبعا علشان تقدر إن أنت يكون عندك طموح سياسي ويكون في نفس الوقت معاك كيان او حد بيدعمك. انا عايز واحد عنده القدره السياسيه، واحد عنده قدره سياسيه من المعاقين ممكن يوصل طموحه ان يوصل لرئيس الجمهوريه، لكرسي رئيس الجمهوريه. انا اعتقد ان في عدد كبير من المواطنين في مصر لديهم الموهبه او الملك السياسي اللي يتأهلهم
للوصول لنهايه الجمهوريه زي ما حضرتك بتقول. طب هل ازاي هيقنع الناس؟ هو دوت يحتاج الى فعل، يحتاج لتغيير ثقافه المجتمع، يحتاج الى رفض ثقافه الاختلاف، ثقافه الاختلاف طبعا عشان اكتشفت لكن عنده قدرات عاليه جدا، القدرات دي ممكن تخليه يعمل اي حاجه، سواء انا هحفظه او هو يعملها بنفسه. او هو يتحدث نفسه. فانا اتفق معاك واعتقد ان انت عندك استشراف في المستقبل. انا اعتقد ان السؤال دوت ليه معناه ان انت تتنبأ فعلا في امل قوي جدا ان يكون في مستقبل وجود سياسيين من المواطنين موجودين في مواقع سياسيه يقدروا هم يتبنوا مشكله زمانهم. النقطه الثالثه على كلامك فيها هل قام الثوار 25 يناير بالاهتمام بقواعد المواطنين التي انطلقت من كل الوزارات ده ما اقدرش احدده، لان الوزارات كلها كانت بتطلع بطريقه عشوائيه ما كانش فيه عمليه دمج وتنظيم. فانا اعتقد برضه ان المتظاهرين اللي هم موجودين كبير من المجتمع ما زال فيه تناسق داخلي ماشي التربيه اللي قلنا عليها مع التهميش. فانا اعتقد ان كان 25 يناير اللي هتتكلم عنه علشان المواطنين يقدروا يدخلوا فيه لازم المواطنين هم اللي بدروا. فانا ما اعتقدش ان حد ممكن يطلبهم من الادويه، احنا اعتقد ان هم اللي بدروا وحاولوا يثبتوا وجودهم من خلال النشطاء عندهم وعي سياسي وفكر عالي ماشي ومدرك لحقوق زمايلهم والمشاكل المحيطه بهم. انا اعتقد ان هم ممكن يتولوا الحقيبه الدوريه وانشاء وزاره مثلا رعايه شؤون الاقتصاد والعمل. بمناسبه الوزاره في وزاره حاليا اسمها وزاره التضامن. انا توقعت سؤالك دلوقتي بصراحه وعلى ما اعتقد ان انت شايف ان وزاره التضامن الاجتماعي فعلا أثروا بشكل كبير للمواطنين وما استبعدش ليهم لدرجة إن في المعتصمين راحوا معاهم لم تتم الاستجابة لهم. أعتقد إن وزارة التضامن وزارة ذات أعباء جماهيرية شاملة واحنا نحتاج إلى تخصيص وزارة المواطنين. طبعا البعض يقول أنت مش عايز تعمل لهم دايرة في المجتمع، هتعمل لهم وزارة تخصيص ليه؟ هم عددهم من فوق 13 مليون، هم محتاجوا رعاية خاصة في موضوع الممارسات اللي اتكلمنا عنه، موضوع كتب قريب موضوع رعاية جماهير السوبر. انا اعتقد ان هم محل وزاره خاصه تهتم بشؤونهم وتهتم بتشغيلهم والرعايه والتأهيل وتهتم بمتابعه رئيس التدريس في المجتمع. شكرا جزيلا. اذا سيدنا نستخلص وفي هذه الحلقه الخاصه عن دور المعاقين او ما بعد حسني مبارك نستخلص حلقتنا اليوم ان يجب على المعاقين ان يبادروا المعاق ويقول انا مش عايز. هو الدوله مش هتقول لك تعالى لي انت عايز ايه، زي ما عملوا 25 يناير قالوا احنا عايزين كذا، فيجب ان المعاق يقول انا عايز كذا وكذا وكذا. ويجب على الدوله في هذا التغير الكائن والثوره كما موجوده في الدوله ان يخصصوا للمعاقين دور كبير كتخصيص وزاره. ممكن اقول ان هم يقدروا يحطوا بنود في الدستور يحمي المعاق. انا ليه ما احميش المعاق من البهدله اللي هو بيشوفها؟ المعاق ممكن يكون ما عندوش دخل يصرف على نفسه، ليه الدوله ما تكفلش المعاقين؟ الدوله لازم تكفل المعاقين اللي ما يقدرش يشتغل. انا مش كل المعاق هيقدر يشتغل. كنا لو تسمح لنا اعزائي الصديق ونصتنا ان صديق يوسف يتوجه بالتهنئه للشعب المصري بخصوص ثوره نجاح ثوره 26 ويتوجه بالتهنئه والتحيه للجنه المسلحه. طبعا لازم او كما قال رامز طبعا دي فادتني وكنت هقولها ان شاء الله ان لازم نوجه الشكر لكل صغارنا وشبابنا اللي قاموا بالثوره البيضاء كما قال رئيس امريكا ان يجب علينا ان نتعلم من هذه الثوره البيضاء. فلم تخرج ثوره على مستوى التاريخ تغير نظام باكمله ولم تمسك سلاح. ثوره قامت على سلاح القلب والفيسبوك والتجمع. التجمع يجب ان تتجمعوا حتى نغير، فلن تغير وانت فرد. كما اشكر القوات المسلحه ان هي سندت هذا الشعب العظيم في كفاحه وفي نضاله وفي حقه المشروع في حصوله على ادنى حقوقه وهي الحريه. فزالت الدوله المصريه وجاء عصر الحريه. وعلينا في هذا الاطار ان نوجه نداء الى كل المعاقين بادر بحقك، واقول لتشكيل الوزارات ان يجب تخصيص دور للمعاقين او وزاره للمعاقين
وحصولهم على حقوقهم، ونشكر سيادتكم على متابعتكم لنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.